ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع تجهيز النتايه قبل الولاده. يعني انت لو عندك نتايه فاضل لها يوم ولا اتنين وعايز تجهزها بقى وتظبطها بحيث ان هي تخش تولد في المكان بتاعها، واللي انت ازاي تطهر المكان بتاعها، وازاي اللي انت لو الكلبه فيها قراده اتنين تلاته او فيها مجموعه حشرات اللي انت ازاي تبدا تتغلب عليها وتجهز النتايه بقى للحلمات والرضاعه والكلام ده كله وتجهز المكان. النهارده الفيديو بتاعنا تجهيز النتايه نفسها. تمام؟ كل ده هنتكلم عنه النهارده، فما تفوتش الفيديو. لو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت ترجع الفيديوهات القديمه تستفاد منها كتير، ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايك والشير عشان الناس كلها تستفاد. ويلا نكمل الفيديو. شاطره شاطره كيارا، برافو برافو كيارا شاطره. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكوره. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركه معايا القناه، تحياتي لجميع مربين الكلاب واخوات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا النهارده اول فيديو في السنه الجديده، كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والاخوه الاباط بالف صحه وخير وسعاده، وسنه سعيده ان شاء الله وامر الله على الجميع. النهارده يا جماعه هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع زي ما انتم شايفين كده كيارا بتهرش، لان فيها كام قراديه كده بسيطه، وممكن يكون فيها برغوت او اي حاجه كده بسيطه، بحيث طبعا ده امر طبيعي. والنهارده ان شاء الله امر الله كيارا فاضل لها خلاص، هي دي ميعاد الولاده، يعني ميعاد الايام بتاعتها دي ميعاد الولاده بتاعتها. تمام؟ فاضل لها يوم اتنين على حسب ما هي هتولد ان شاء الله بامر الله، وربنا يبارك لنا فيها. النهارده طبعا عاوز ان انا اجهز النتايه بتاعتي. تمام؟ في ناس كتير جدا بتقلق من الموضوع ده، اللي انت لو عندك نتايه عندها مجموعه حشرات او فيها حشرات او فيها حشرايه او عاوز اتجنب الموضوع ده قبل ما ادخلها العنبر بتاعها او البوكس بتاعها اللي هي هتولد فيه. عاوز اللي انا ان شاء الله بامر الله باذنك يا رب اللي انا اهيئها بقى، عاوز اهيئ النتايه. في ناس كتير جدا بتقلق، طب يا ابو مصطفى اللي احنا مثلا هنقدر ازاي نتغلب على المشكله دي؟ سهله سهله وبسيطه. هتروح للبيطري وتقول له هات بيوتكس. بيوتكس ده عباره عن مصل للحشرات، بيوتكس امن او سام، يعني ده او ده. اعملوا حسابكم يا جماعه، مهما يكون هو سام مش هيكون سام للكلاب ومش هيكون سام للجراوه. بس في حاجه برضه تركايه هنعملها بحيث ان احنا نتجنب السميه ونتجنب اي مشكله للحصول للكلب عليها. يعني لو الكلب حصد عليها، بحيث ان احنا نتجنب الموضوع ده ونعمل جدار واعي ووقائي للكلبه وفي نفس الوقت للجراوه اللي جوه. اول حاجه خالص النهارده ده اليوم ال 61 او ال 60 ليها، ال 60 او ال 61 ليها من ميعاد اول جوازه. تمام كده يا جماعه؟ زي ما انتم شايفين كده اهو الحلمات، الحمد لله بفضل ربنا الصدر كله اتملى لبن، الحمد لله بفضل ربنا. خلاص هي جاهزه للولاده في اي وقت. تمام؟ يعني بنعمل الموضوع ده قدامكم مش من وراكم، يعني ما حدش يقول ايه ده الكلبه لسه فاضل لها ايام، لا، الصدر خلاص بتاعها حمل خالص اهوت، وان شاء الله امر الله هي على وش ولاده. خلاص زي ما انتم شايفين كده اهو المهر بتاعها والرحم بتاعها منفوخ، يعني خلاص ممكن تولد النهارده ممكن تولد بكره على حسب الدنيا. وكمان احنا في فصل الشتاء الدنيا بتبقى متجهزه معاها شويه. تمام كده يا جماعه؟ بنجيب اول حاجه خالص، بنجيب الكلبه في اليوم اللي احنا خلاص هنلونه اللي احنا هنحمي فيه الكلبه وهي حامل، وهي حامل. تمام؟ وخلاص فاضل لها ايام، ما تقلقش خالص، هنعمل لك جدار وقايه للكلبه. اول حاجه بتخش الصيدليه البشري بتجيب شريط امبيزيم اقراص او شريط الفانترن اقراص. اول حاجه بتخش الصيدليه البشري بتجيب حاجه اسمها امبيزيم اقراص او الفانترن اقراص. خلاص اللي احنا ناويين نحمي الكلبه اهو امبيزيم اقراص او الفانترن اقراص. بدل الكلبه حبيتين دلوقتي قبل ما انا احميها. تمام؟ واشربها اهو، بدي كل حاجه قدام الكاميرا اهو يا جماعه اهو. والكلبه دي حامل الحمد لله بفضل ربنا وشايله، وخلاص فاضل لها يوم وساعات وممكن تولد. بتجيب الامبيزيم اقراص ده من الصيدليه البشري واديهولها ببقها، ده بيعمل لي جدار ومضاد للالتهابات والسخونيه، بحيث اللي هو الميه او السقع او الحمى اللي انا هعمله ده ما يخليش الكلبه تبرد او تسخن او اي حاجه. يبقى انا دي بديهولها، بديها وقايه، وفي نفس الوقت بشربها شويه لبن، حوالي مثلا نص كوبايه لبن او اي حاجه، اي لبن عندك، لبن بخير ولبن جاموسي لبن بقري، اي لبن عندك تديهولها. وخلاص طبعا احنا ادينا لها لبن الصبح ودلوقتي ادينا لها الحبيتين الاقراص. بتخش بقى عند اي بيطري، تمام، وتقول له انا عايز ازازه بيوتكس بتاعت الحشرات. تمام؟ ازازه البيوتكس دي بتجيبها بتحطها على 5 لتر ميه،
وتحطها على 5 لتر ميه وتقلبهم كويس. بس قبل ما تجيب بقى الميه وتحط البيوتكس بتجيب حاجه اسمها كيس خميره، كيس خميره فوريه من عند البقال او اي سوبر ماركت. الكيس الخميره الفوريه ده بتجيبه بتفضيه كله على 5 لتر ميه وتقلب وتحط عليه معلقه سكر، تمام، وتقلبهم وتسيبهم نص ساعه متغطيين. بعد النص ساعه تجيب ازازه البيوتكس اللي انت جبتها من عند البيطري وتفضيها كلها، بقت اصبح رش زي كده. طيب فوائد الخميره والبيوتكس والكلام ده كله هنقول لكم بقى في حلقه مخصصه بقى بحيث الفيديو ما يطولش. ده هيمنع لي اي رش، اي براغيث واي قراد واي تعابين في الكلبه. تمام. بجيب ما بحميش الكلبه انا اهو، بجيب قماشه، لان كده كده اصلا الكلبه نظيفه. لو الكلبه عندك متبهدله وفيها مثلا مصننه او ريحتها وحشه حميها حمايه نظيفه عادي، ما تقلقش. طول ما انت اديتها الانبيزيم واللبن ما تقلقش. انما انا عندي الكلبه كويسه، بجيب اهو واقوم جاي ماسس على الكلبه، تمام، اهو بحيث اللي هو اهو. بس طبعا بقى ببعد بقها اهو، بمسك بقها كده من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. بغرقها بالميه البيوتكس بميه الخميره الفوريه، واجي عند الحلمات عند الصدر اهو. امسك كده يا مصطفى زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، واجي عند الباط من تحت اهو، بغرقها بالميه اهو زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا بعد ما بخلص خالص بسيبها تنشف هي مع نفسها في الشمس الشمسه دي. لو انت بقى عندك بوتاجاز شعله ولا حاجه ممكن تدخلها في البوكس بتاعها اللي هي تاخد حراره الغرفه او حراره البوكس اللي هي قاعده فيه، تمام. وفي نفس الوقت برضو يبقى الميه اللي تنزل منها اهو الديل. امسك كويس يا مصطفى بحيث ان انا بهيئ الكلبه خلاص هي داخله على ولاده، بهيئ الكلبه. والله حبيت تعمل زيي سيبها على ربنا واشتغل، احنا عارفين بنعمل ايه وبنقول لك ايه، ما بنضرش حد ولا بنضر نفسنا ومش هنضر نفسنا ولا هنضرك اهو. يعني لو الموضوع فيه ضرر بس هو الموضوع بعقل شويه، يعني اللي انت تشتغل بعقل اهو. ما بغرقش الكلبه خالص واللي انا ايه اخليها متبهدله ميه، لا، بعقل. الغرض ان احنا بنجهز الكلبه علشان ما يبقاش فيها اي حشرات في الصدر ولا اي حاجه، بحيث ان الجراوي ان شاء الله وامر لا تنزل يبقى ما فيش اي حشره بق قراده برغوث الكلام ده كله اهو. ده الغرض، مش الغرض حمايه عايز تحمي حمي مفيش فيها مشكله اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. باجي عند الودن اهو، في ناس طبعا بتبقى قلقانه جدا في الوقت ده بقى، خلاص ده بتبقى قلقانه من الاول اصلا بتبقى حامل، ما بالك بقى خلاص هي داخله على ولادها فاضل لها ساعات او ايام، تمام. هي طبعا متجوزه كذا جوازه، ميعاد اول جوازه عدت من يوم 30، النهارده 1 في الشهر الجديد اهو، كل سنه وانتم طيبين. دي تاني جوازه ليها النهارده، ميعاد تاني جوازه ليها النهارده، يعني في اي وقت هتولد. ومع ذلك الحمد لله بفضل ربنا عارفين بنعمل ايه اهو. باجي بقى عند الوش كده يا جماعه، سيب يا مصطفى اهو، وبمس كده بالراحه ما بين الوش والعينين اهو، بحيث لو في برغوث انا مش شايفه في اي حاجه برضو هيتاكل هيروح ايه. اوعى كده يا مصطفى، اسيب الكلبه تنفض نفسها كده وارجع لها تاني على الجنب التاني اهو. طبعا بتتعامل بحرص، ما تستعجلش، خلي الكلبه تسيب لك نفسها ما تستعجلش. لو الكلبه بتاعتك مهيبره لبسها كمامه، لبس الكلبه كمامه. لو الكلبه بتاعتك مهيبره ولا حاجه لبس الكلبه كمامه
بس حاول ان انت تخلص بسرعه علشان الكلبه ما تسقعش منك، يعني هي اصلا ما تسقعش منك. حاول ان انت تلخص بسرعه عشان الكلبه ما تسقعش اصلا منك وتبرد منك. بس انت كده كده ما تقلقش، احنا عملناها الجدار الوقائي اللي احنا قلنا عليه اهو كده، بتتغرق خالص اهي، بحيث ان هي تخش ان شاء الله بامر الله بقى المبيد بتاعها والبوكس بتاعها اللي احنا هنعمله لها يبقى كويس. يا جماعه زي ما انتم شايفين كل حاجه على عينك يا تاجر قدام الكاميرا، ما بنقولكش حاجه وبنعمل حاجه تانيه، ما بنقولكش انت مش عارف ايه الامبيزيم اقراص او الالفانترن اقراص امن تماما، يعني حتى لو في التهابات نتيجه الحكه او الهرش اللي هي كانت بتعمله يبقى الدنيا هتروح معاك كويس اهو. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، في ثانيه خلصنا. انا دلوقتي ان شاء الله بامر الله هدخلها المكان بتاعها اللي هي هتولد فيه، وهرش لها المكان برضو اللي هي قاعده فيه برضو. باجي عند الودن اهو والبوره بتاعتها، بحيث لو في اي ما تخليش الكلب اهم حاجه دماغها لتحت. ليه؟ لان الميه لو اللي انت بتعملها بتبقى نازله لتحت. خلاص كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. سيبها بقى تنفض نفسها. طبعا زي ما انتم شايفين كده الله اكبر عليها، الحمد لله خلصنا. وان شاء الله بامر الله باذنك يا رب بتدخلها البوكس بتاعها اللي هي هتقعد فيه، وان شاء الله بامر الله الدنيا تبقى هاديه. وسيبها بقى هي تنشف نفسها بنفسها لمده نص ساعه بس كده على المكان الشمسيه ديت تمام، وبعد كده تدخلها المبيد بتاعها. زي ما انتم شايفين كده سيبها بقى تنفض نفسها خالص كده، وبعد كده شويه ودخلها المكان بتاعها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انتظروا بقى تجهيز المكان بتاع الولاده، اللي انت ازاي تجهز المكان. وبرده لسه برده في جزء تاني مع كيارا اللي احنا هنجهز حلمات الصدر ازاي، ونعمل نظام الحلق ازاي لحلمات الصدر، الشعر بتاع حلمات الصدر والكلام ده كله. حد يا جماعه اشوفكم على خير. اي حد عايز اي حاجه تحت امرك في اي وقت اكتب لي في التعليقات او تواصل معايا واتساب تحت امر الجميع. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.